هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك هذا البيت وأهله. كنت عاملة لها طارة كده على باب الشقة بسيطة جدا. بجد ربنا يبارك هذا البيت وأهله. عروستنا النهاردة حتة سكرة وشقتها. ربنا يصلح حالها ويسعدها ويهنيها هي وعريسها يا رب، اللهم أمين. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده كده شكل العام أول دخلت باب الشقة لشقة العروسة. في بابين شقة، باب لاستقبال الضيوف وباب برضو خاص زي الفيديو الشقة اللي فاتت قبل دوت على طول. لو انتم متابعيني فيديو التاني برضو كان باب خاص بالضيوف وباب خاص للشقة نفسها من جوه. ما شاء الله تفاصيل شقة عروستنا النهاردة ربنا يبارك لها يا رب. كانت عاملة 2 قطعة انتريه وركنة. اول قطعة معانا في النص مكونة من كنبة و2 كرسي فوتيه، والترابيزات القمر بالديكورات القمر بتاعتها دي ربنا يسعدها، والسجادة كيوت قوي 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 ربنا يبارك لها يا رب. عروستنا النهاردة حبيبة قلبي، والله ربنا يعلم معزتها في قلبي ايه. ربنا يعلم انا بعتبرها اختي الصغيرة، سواء بقى مامتها سواء اختها. حبيبة قلبي ربنا يفرحهم بيها يا رب ويشوفوها احلى عروسة. انسانة ذوق جدا 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 ومحترمة، واخواتها الصبيان ناس ادب واخلاق واحترام بجد. الناس دي والله يا طنط حابة اشكرك على يا زين ما ربيتي اولادك، بجد ربنا يبارك لك فيهم يا رب. هنا ما شاء الله المكتبة بتاع الشاشة بتاع الركنة وزعنا عليها الديكورات دي. الديكورات دي يا جماعة انا وزعت مع، يعني اخت العروسه اللي وزعتها بمساعدات بسيطه، مع انا بساعد معاها بمساعدات بسيطه، بس هي اللي حاطه الديكورات الاخيره دي. بجد تسلم ايد اخت العروسه، والله ربنا يبارك لها يا رب. الشاشه بتاعتها والركنه ما شاء الله ربنا يبارك لها. الركنه قد ايه كانت تحفه وشيك جدا، ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. ده كده الشكل العام لركنة عروستنا بالسجادة. كانت ألواناتها برضو حلوة قوي، الألوانات السجادة مع لون الكوشن بتاع الركنة نفس الألوانات. هنا كانت عاملة كابوتوني كده بمراية. هنا ما شاء الله الجزء التاني الانتريه كانت حاطه هنا في الجزء ده كان فاضي. الجدار ده كده يعتبر كبير جدا، مليته بالساعه القمر دي ما شاء الله شغلته. كان حلو قوي. كانت عامله الجبسن بورد بتاع السقف فيه اضاءه بروفايل ليد، كان مدي شكل جمالي حلو جدا. انا بشاور لكم في المرايه بقول لكم باي باي، ما تنسوش تحطوا لي اللايك. ده الباب الخاص بالضيوف. هنا بقى الانتريه القمر دوت لاستقبال الضيوف بتاعتنا. تحسوا ان الانتيكات بسيطه، حاجات شيك جدا. حطينا لها المفرش كده بالشكل ده، حطيت لها الفازه القمر ديت ما شاء الله، وداخل فيها الريش العسلي اللي ماشي مع لون الستاير مع لون السجاده اللهم بارك. والزرعه الخضراء اللي حطاها في الجنب دي مديها شكل جمالي حلو قوي بجد اللهم بارك. حقيقي بجد الشقة دي لو ما طلعتش معايا ترند انا هزعل منكم قوي. انا عايزة كله يعمل شير ويكتب كومنتات بجد والله من خلال الفيديو ده. عايزة اشكر الراجل بجد اللي عامل الموبيليا دي، ما شاء الله عليه ربنا يبارك له بجد والله العظيم. انا لو حاولت اجيب لكم اللينك بتاع الصفحة بتاعه واحطه لكم في اول تعليق مثبت. بجد هو موزع الكوشن كده بالشكل دوت، هو اللي حاطط الكوشن ده على فكرة مش انا. إيه لا، لمساته حلوة قوي في الموبيليا، والآخر يوم كان موجود معانا في قلب الشقة بتاع العروسة. إيه لا بجد تسلم ايده تسلم ايده على العفش والموبيليا اللي هو عاملها، ربنا يبارك له ويوسع رزقه يا رب. ما شاء الله. هنا بقى ده كده كان شكل السفرة بتاع عروستنا. الوانات السجاد اللون الاسمر في الجراي في البيج ما شاء الله. هنا برضو حطينا لها الشخص اللي بالزرع الاخضر ده، وحطينا الفواحه ديت ما شاء الله. هنا برضو على البوفيه حطيت لها الزرع الابيض ده، وحطيت 3 شمعدان صغننين كده، والاسد القمر اللي هي كانت جايباه ده، وطبق الفاكهه الكريستال. عايزه اقول لكم بقى نيش عروستنا النهارده في حته تانية ما شاء الله. قولوا ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. الكل اللي يطلع الشقة ويشوف النيش ينبهر برصة النيش. والله يا جماعة أنا مش عاملة أي حاجة، هي اللي حاجتها زي القمر زيها، ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. أنا حطيت لمسات بسيطة ورصيت لها الحاجة بشكل بسيط بس مش أكتر. حطيت القارورة السمرة ديت ومعاها طقم خشاف كريستال. مع اللون الأسمر اللي تحت هنا طقم خشاف كريستال، ودخلت معاه برضو قارورة من الجنب دوت. في الجنب التاني برضو القارورة البوهيمي. وهنا حطت لها الطقم الشاي والجاتوه القمر الاسمر في ابيض ده، ودمجت معاه كاسات في الجنب ما شاء الله. هنا برضو حطت لها طقم الشاي الجميل دوت، ودمجت معاه طقم استكانات قهوة، وحطيت في الجنب طقم كاسات اللهم بارك
ما شاء الله حاجتها جميلة جدا. طقم الاستكانات ديت كان فيها عين زرقاء كده، هي بجد عايزة عين، عايز يتحط لها عين زرقاء يمنع عنها اي حاجة وحشة واي مكروه بجد والله. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. تحت حطينا الصيني ما شاء الله. ده كده كان شكل النيش بتاع عروستنا. اتمنى بجد ان رصة نيش عروستنا تعجبكم. تعالوا بقى نشوف مع بعض حطينا لها ايه في البوفيه بتاعها. اللهم بارك يا رب. لعلم احنا حاولنا على قد ما نقدر نحط الحاجة بشكل جمالي وفي نفس الوقت نستغل المساحة، لان ما شاء الله كانت حاجتها كتير جدا. هنا بقيت الطقم الصيني بتاع عروستنا. تحت هنا حطت لها طقم الخشاف الجيلي دوت ومعاه الصواني التقديم القمر. حطت لها برضو الترمس ده وطقم شربات برضو في الجنب للاستخدام، لان طبعا انتوا عارفين ان البوفيه ان 3/4 الحاجة اللي بتتحط فيه هي لو حابة تستخدم حاجة منها يبقى سهل ان هي تستخدم. هنا بقى حطينا لها طقم العشاء البورسلين القمر ده. اللهم بارك، لونه حلو قوي ورسمته جميلة جدا. الطقم كبير وفيه قطع كتير جدا، فيه شيالة الكحك وفيه سرافيس كبيرة كده. اللهم بارك ما شاء الله. وشنطة معالق برضو حطيناها لها تحت هنا. ربنا يبارك لها بجد والله. حاجتها قد ايه كلها كانت قيمة وشيك جدا. ربنا يسعدها. تفاصيل السفرة حلوة قوي. الكراسي والله يا جماعة انا حاسة ان انا بجري في التصوير لان بجد كنت مستعجلة. وخلاص بقى احنا كنا جبنا اخرنا في الشقة دي لان احنا تعبنا جدا في فرش الشقة دي. اكتر بجد من اكتر الشقق اللي طلعيني فيها والله العظيم. إيه ما شاء الله العروسة كانت جايبة حاجات كتير جدا ومحتارين نحط الحاجة فين بصراحة من كتر ما هي جايبة. ده المكان الخاص بالكوفي كورنر. هنا ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك لها يا رب. هنا النيش ده بتاع المطبخ. حطينا لها برضو اطقم كاسات وحاجات للاستخدام تبقى قريبة من ايديها في النيش دوت. حطينا كاسات، اطقم خشاف، اطقم شربات كاملة على بعضها. هنا برضو الطقم اللي الزجاجة ديت ما شاء الله شكلها مميز وشيك جدا. طقم شربات كده بزجاجة. هنا حطيت لها الحاجات البورسلين. هنا ده كان شكل النيش من الجنب ما شاء الله. شفتوه من بره طبعا الضلفة الأولانية دي ما بتتفتحش. حاولنا على قد ما نقدر نلم لها الحاجات بتاعتها في قلب النيش ده بصراحة. إيه ما شاء الله حاجتها كانت كتير جدا. ما بقينا محتارين بصراحة نحط الحاجة فين. هنا حطيت الترابيزة الخشبية دي وزعنا فيها الديكورات الزرع الأخضر ده. السجادة برضو بتاع المطبخ ما شاء الله كانت حلوة قوي. هنا بقى الكوفي كورنر حطيت لها طقم كده للمشروبات وحطينا مكنة القهوة. وزعنا لها المجات بتاعتها كده بالشكل ده. هتقولي كل دي مجات على الرفوف يا دعاء؟ قسما بالله يا جماعة اللهم بارك يا رب هي كانت جايبة قد المجات دي مرتين تلاتة، فاحنا حاولنا نحط جزء منها وعانت الباقي والله. ما شاء الله ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. هنا حطت لها الصواني الكيكة كلها والكب كيك كل الصواني بتاعتها هنا. هنا حطينا كانت حاطة التلاجة والديب فريزر جنب بعض. هنا برضو حطت لها الطواجن اللي هي الكبيرة بتاع التقديم بتاع السفرة. الصواني اللي هي بتاعة الرز اللي هو الكبسة والحاجات دي. هنا كانت حاطة الجزء دوت برضو للصواني والقلايات، فطبعا ما خدتش فاضطرينا ان احنا ناخد ضلفة تانية للصواني. هنا الميكروويف بتاعها ماركته فريش. هنا برضو حطينا لها كل الرفايع بتاعتها كده بالشكل ده في المنظم. وتحت كده برضو بقيت الرفايع بتاعتها اللهم بارك. في الجزء الأخير ده برضو بقيت الحاجات الرفايع والحاجات الجوانتيات والحاجات الكسترات برضو الخاصة من المطبخ. ده البوتاجاز بتاعها كانت ماركته برضو فريش. وزعنا لها كده على الرخامة الحاجات بتاعتها. حطينا برضو الإيرفراير ديت اللهم بارك. القلاية دي برضو كانت حلوة قوي. وزعنا لها بقى طقم الزياتة والحاجات ديت كده على الرخامة. هنا في الوحدة ديت حطينا لها كل البلاستيكات بتاعتها وحلة الضغط الألمونيا دي. وتحت برضو حطينا كل الحاجات اللي استلس. دي بقى الغسالة بتاعتها برضو الغسالة الأوتوماتيك ماركتها كرياسي اللهم بارك. هنا غسالة الأطباق كانت ماركتها بيكو. دي اير فراير تانية غير اللي احنا شفناها. التانية قلاية بزيت كتير. ديت اللي هي بتحط لها بالرش تبخير بسيط كده. ديت اللي هي بتاع الميجا اللي هي الحامل الميجا دوت بيدخل ويطلع. هو بصوا يا جماعة هو كشكل حلو بس في الاستخدام هو بيهدر مكان كتير جدا. يعني لو كانت عملت رفين كان هياخد معاها حاجات اكتر من كده بكتير. ده كده التربو بتاع الخزين. هنا في الوحدة دي حطينا لها الضلفة دي كلها الحاجات الخزين طبعا تحت
تحتيها على طول التربو، وخدنا الجزء اللي تحت حطينا فيه الصواني الميلامين بتاعتها، بحيث ان احنا برضو نلم اكبر كم من الحاجة بتاعتها. هنا حطيت لها قوارب وطواجن كده. هنا الأجهزة الكهربائية كلها، الخلاط، الهاند بلندر، الكبة، الميزان بتاعها. واصلا نادرا لما بصور المطبخ الاول، بس عشان انا بجد كنت مستعجله. هنا حطيت صواني البايركس والطواجن البورسلين كلها، حطيت لها كل الصواني كده والشوايه فوق زي ما انتم شايفين معايا. فوق بقى الوحدات اللي فوق ديت كلها انا بجد ما كنتش عارفه اصورها لكم خالص، لان بجد كانت عاليه عليا جدا وما كنتش عارفه ان انا اصورها لكم. الادراج بتاع الكوفي كورنر ديت انا كنت حاطه فيها مجات، بس للاسف نسيت اصورها لكم برضو. فوق بقى كده زي ما انتم شايفين داير ما يدور، كل الحاجات اللي فوق دي حاجات زجاج، يعني عايزين كل داير ما يدور اللي هو فيه الليد ده، كل ده حاجات كوبايات زجاج، اطقم شربات، اطقم كاسات، كل الحاجات دي حطها لها فوق. هنا بقى الحمام الخاص بالضيوف. العروسة عملت الحمام أول مرة تحصل بجد، القعدة سمرة والحوض أسمر ما شاء الله، بس شكله جميل جدا على فكرة. وعاملة السيراميك كده أسمر، فاللون اللي هو الخشبي ده فشكله حلو قوي. دي غرفة الأطفال، يا رب يكرمها، يا رب يرزقها فيها بالذرية الصالحة، قول اللهم أمين. بجد ادعوا لها بجد من كل قلبكم، لأن هي بجد تستاهل كل خير. ربنا يسعدك ويهنيك يا رب يا أحلى عروسة، ويفرحك دايما بالخير والسعادة يا رب. هنا ده كان شكل الدولاب بتاع غرفة الأطفال. اعذروني اعذروني بجد في التصوير لان بجري. فوق حطيت لها كل الفوط كده بالشكل دوت، وحطيت لها الفيونكة السمراء، وهنا حطيت لها برضو ملايات ودفاية وكوفرتا للسرير الكبير، وهنا برضو ملايات وفوط ما شاء الله. هتقولي يا دعاء هي احنا سايبين لها برضو ملايات للاستخدام يا جماعة وفوط؟ زي ما انتم شايفين كده دي ملايات هي هتستخدمها في الاول، بحيث ان هي تحافظ على رصة الدولاب بتاعها فترة طويلة على قد ما تقدر. ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. وهنا بقى حطيت لها بطانية وحطيت عليها شريطة نبيتي، وحطيت جنبيها دفاية. هنا بقى حطيت لها مفرش قطيفة واتنين دفاية أطفال. هنا بقى حطيت لها ملايات سرير اطفال كلها كده بالشكل دوت، وحطيت عليها الفراشات القمر دي. هنا بقى حطيت لها اتنين بطانية اطفال ومعاها دفاية للسرير الكبير، وزينتها لها برضو بشرايط بسيطة. هنا كوفرتا للسرير الكبير واتنين كوفرتا اطفال، اللهم بارك يا رب. ده كده كان شكل دولاب رصة غرفة الاطفال، او الدريسنج، يعتبر دريسنج غرفة الاطفال. اللهم بارك يا رب. هتشوفوا معايا برضو الدريسنج بتاع اوضة النوم، هي مستولية عليه كله، يعني واخدة دريسنج كله لوحدها، يعني سايبة للعريس مكان صغير كده. ده كده كان شكل غرفة الأطفال. ربنا يسعدها يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا تبارك الله. ربنا يسعد عروستنا ويهنيها هي وعريسها يا رب. اللهم بارك يا رب. ده كده كان شكل الغرفة بالشموع المضيئة والأجواء الرومانسية اللي احنا عاملينها لها في الغرفة. اللهم بارك. حطينا لها برضو بلالين بسيطة كده في الأرض. هي أصلا بطبيعتها يعني مش بتحب الحاجات دي أوي، بس احنا حبينا ان احنا نزينها لها برضو ونفرحها بحاجة بسيطة. ربنا يسعدها ويهنيها. ده كده شكل الدريسنج بتاع الغرفة. اللهم بارك. بجد اللي عامل لها الموبيليا بصراحة هو اللي عامل الدريسنج وعامل كل حاجة، بجد تسلم ايده والله، ربنا يبارك له يا رب. هنا ده شكل التسريحة. للعلم هي جايبة اتنين شنطة للميك اب، مش من هنا اصلا، من برا مصر، بس الشنطتين الاتنين مش ما جوش معايا على التسريحة، فاضطريت ان انا احط واحدة هنا. دي علبة للاكسسوري كده ما شاء الله، كان شكلها حلو قوي، وزعنا لها فيها الاكسسوارات بتاعتها. حطينا بقى هنا برفانات وشنط وحاجات ليها تبقى قريبة من ايديها للاستخدام. هي ما شاء الله زي ما انتم شايفين هي كانت جايبة 20 شنطة لبس. هتقولي يا دعاء 20 شنطة وقسما بالله 20 شنطة لبس، غير الحاجات اللي فيها شنط الخروج، الاكسسوارات، الحاجات دي. ما شاء الله زي ما انتم شايفين ده كده كله اللبس الصيفي. ما شاء الله. علقنا بقى اللبس التعليق دي برضو شنط خروج ليها كبيرة، غير الشنط طبعا اللي انت شفتوها في الجزء التاني. فوق بقى اللي فوق ده كله لبس شتوي، يعني انا برضو معرفتش افتحه لان بجد قسما بالله انا كنت مستعجلة جدا والوقت قفز علينا جدا. الشقة دي خدت مننا شغل جامد 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 بجد، من اكتر الشقق حرفيا اللي طلع عينينا فيها. ما شاء الله. ده كده كان شكل السرير. كانت عامله ظهر السرير كله كابتونيه لحد السقف، حطينا لها مفرش السرير القمر بتاعها ده، ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. وفي ظهر السرير من ورا كان البنكيت ما شاء الله.
حطينا لها بقى الاتنين الاباجوره كده على الكومود ده، كده رف ديكوري كان تحت الشاشه على طول، كان شكله حلو قوي. وزعناه كده، وزعنا عليه ديكورات بسيطه كده. انا واخت العروسه، برضو اخت العروسه ما سابتنيش في كل حاجه يا جماعه، في كل حاجه والله العظيم، حرفيا كانت واقفه معانا حته سكره والله العظيم. ربنا يا رب يرزقها بالزوج الصالح اللي يفرح قلبها ويسعدها يا رب. ما شاء الله كده كان شكل الغرفة والنجفة القمر والستاير بتاعتها الرقيقة الشيك جدا. تعالوا بقى نشوف الحمام القمر بتاعها، اللهم بارك، ده آخر حاجة معانا. الحمام الخاص بغرفة نوم العروسة، حطت لها كده ورد كده على الفوط وحاجات بسيطة، وزينت لها تزيين بسيط. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعوا دعوة للعروسة من قلبكم، ان ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. والبوكس دوت كده استغليته، حطت لها فيه حاجات للشاور. وهنا ده كان شكل الحوض. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي في شقة عروستنا. انتظرونا في فيديو جديد. باي باي.